السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابع قناة الشيف خالد. النهاردة جايبين الملفيه، بس ملفيه من حاجة هتشوفوها لما تخشوا الفيديو وتشوفوه. الملفيه ده كلفنا مثلا بتاع 30 جنيه. انت ممكن تشتريه برا بحسبة 200 جنيه 300 جنيه. لا، في البيت هيتعمل بلاش، هيبقى السر بتاعنا في آخر الحلقة وتشوفوه. تمام، بس النتيجة روعة. زي ما عودكم الشيف خالد دايما بيجيب لكم الحاجات بطريقة بسيطة وسريعة. شوف الكريمة باظة ازاي منه، ما تستعجلش وهتعرف كل حاجة في وقتها لما تخش على الفيديو. يلا بينا نبدأ. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك والشير وتدعمونا. وبرضو في عندنا صفحتنا على الفيسبوك مطبخ الشيف خالد، وفي قناة التيك توك شيف المشاهير. كل دي بتقدم محتوى طبخ بوصفات سهلة وسريعة. ويلا عشان ما نطولش عليكم يلا نبدأ. يلا نبدأ على طول. معانا لفة جلاش، تمام، معانا شوية سكر ربع فنجان، ومعانا سمنة أو زبدة سايحة. هنبدأ. دي لفة الجلاش زي ما احنا شايفين. هنبدأ نفك ورق الجلاش ورقة ورقة كده زي ما احنا شايفين. وهجيب السمن أو الزبدة وهدهنها. كده هناخد شوية سكر صغيرين. السكر هنا عشان يمسك الورق في بعض. هجيب الورقة التانية واحطها عليهم، نسويها ونرجع نكرر الموضوع تاني. بعد كده السكر، مش هيفرق بقى سكر بودرة أو سكر سنتراتيش. وما تكترش قوي برضو عشان ايه، مش عايزينها مسكرة أوي. مفيش حاجة تقف قدامنا يعني. طبقة تاني. السكر، وهنكمل كده لحد ما نخلص الكمية كلها. كده خلاص احنا عملنا اللفة بتاعت الجلاش على اتنين من دي، كل واحدة 5 ورقات. بعد كده هنرفعها وهنجيب الصاج بتاع الفرن نحطها هنا على الظهر بتاعها. هندهن الصاج بالزبدة. بعد كده بسم الله ودي التانية. هنيجي
هنيجي دلوقتي هنقصها 3 أجزاء، فلازم نقصها تكون متساوية كده. بسم الله. كده تمام. هنيجي برضو ندي طبقة سمن من فوق، وهجيب أي صينية عندي تاني وأحطها فوق الجلاش وأدخلها الفرن بالطريقة دي. ليه؟ عشان ما يقبش ويفرول من بعضه ويتحمص كله. كده خلاص هندخلها الفرن، بس هنحط عليها صاج من فوق او اي حاجه صينيه عندك مثلا تبقى كابسه عليها وندخلها الفرن. هنسويها بالطريقه دي. معانا هنا كوبايه ونص لبن، ده هنعمل كريمه بتاعه الملفيه. ده معانا 3 معالق او 4 معالق كاستر، ناخدهم على البارد نقلبهم كويس، هنطلع بيهم على النار. كده الكاستر بتاعنا جامد شويه زي ما احنا شايفين. هننزل عليه دلوقتي بصفار بيض. احنا هناخد صفار البيض بس. وعليه 1 فانيليا. انزل بالفانيليا وأقلب. انزل بالصفارة التانية، معايا صفارة البيض التانية، نقلب. نضرب كويس، نقلبه ونطلع بيه على النار بس عشان صفار البيض يستوي. ننزل الكريمة بتاعتنا عشان تبرد زي ما احنا شايفين كده. ده القوام بتاعها. هنحاول نغطيها ستريتش بلاستيك او اي حاجة عشان ما تعملش قشر معانا، ونرجع بعد كده نشوفها. ده كده الشكل بتاعها بعد ما طلعت من فوق. شوف كده بعد ما بردت اهي. هنبدأ نشتغل عليها. هنبدأ بقى نحط الكريم بتاعنا. لو عندك كيس كريمة. هنبدأ بسم الله. نديها كده. بعد كده هنجيب الطبقة التانية بسم الله عليها، وهنبدأ نرجع نحط كريمة تاني نفس اللي احنا عملناه. الطبقة التانية التالتة قصدي، نضغط تانية ضغطة خفيفة كده زي ما احنا شايفين كده. الحشو بتاعنا وسط الطبقات اهو. هنبدأ نقطع بسم الله.
شفت الجمال والحلاوة. دي بقى النتيجة النهائية بتاعتنا اللي احنا وصلنا لها زي ما انتم شايفين كده. بسم الله. مش هتقدري تفرقيها عن الملفيه الحقيقي الجاهز بأقل التكاليف. لو وصلت لحد هنا بقى ما تنسوش الاشتراك في القناة، كومنت، شير، عشان تتابعوا معانا كل جديد ان شاء الله. حاجة روعة.